أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي حدود لباس المرأة المسلمة أمام أبنائها وبناتها؟ الحمد لله، هذا لم يرد به نص، والقاعدة أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فحدود لباس المرأة أمام محارمها أو أمام النساء ترجع إلى العرف، والمقصود بالعرف ما جرت به عادة أصحاب العقول والفطر السليمة، فلا يلتفت إلى العادات التي تأثرت بالأفكار، وإنما هي العادات التي تقرها الفطر السليمة ولا تأباها. فما جرت العادة أن المرأة تكشفه أمام النساء أو أمام محارمها فيجوز كشفه، مثلا أعلى اليدين والثدي عند إرضاع الطفل وأسفل الرجلين والشعر ونحو ذلك. وما لم تجري العادة بكشفه فإنه لا يجوز كشفه، ولا يلتفت كما قلت إلى العادة التي تأثرت بالأفكار الأخرى وتغيرت فيها الفطر، فإنه والله المستعان الآن أصبح بعض عادة المسلمين المرأة لا تكون لابسة أمام محارمها أو أمام النساء الأخريات، وهذا لا يجوز. ومن وجه آخر يجب على المرأة عند محارمها وعند النساء أن تبتعد عن اللباس الواصف لجسدها، أعني اللباس الضيق الذي يصف ما يجب ستره، فهذا لا يجوز أن تلبسه المرأة لا أمام محارمها ولا أمام النساء. كما أنها يجب أن تبتعد عن اللباس الذي يشف ويظهر ما تحته مما يجب ستره. فبعض النساء تأتي وتلبس لباسا في نصفها الأعلى ويكون شفافا يرى الجلد من ورائه، وهذا لا يجوز أن تلبسه المرأة أمام النساء ولا أمام محارمها. فإذا عرفنا هذا فإن نقول إن الضابط على التحقيق في هذه المسألة أن المرجع في ذلك إلى العرف السليم الذي لم يتأثر بالأفكار. نعم.